احنا دلوقتي قدام المحكمة اللي احنا عرفناه ان القضية خدت تأجيل لحد يوم 27 اكتوبر اللي هو الحد الجاي. راجيين من الله ان اليوم النهارده عدى على خير، لان النهارده في كر وفر بطريقه غير طبيعيه. لسياده المحامي نضال مندور طلع دلوقتي هو ومحامي القضاء المحامين عموما. بنتمنى ان زي ما احنا قلنا ان اليوم يعدي على خير. ده اللي احنا خايفين منه، ان في تواجد امني كثيف وفي مشادات بينهم وبين الناس كمان. احنا عايزين نعرف من سياده المستشار بيقول ايه في ثانيه واحده. بس ايدك يا باشا من الموبايل ده ممكن بس تيجي شويه ممكن اشد منك الموبايل. ممكن اصور بس عشان استنى بس ادينا فرصه انت تخش. صحافه زي طب ما انت صحافه ما تقفش عليا بدل ما عايزين التليفون. حتى المدرسة اللي فيها طلبنا، حتى بلاغ الميلاد طلبناه، وكنا لا نستطيع الاستحصال على هذه الأوراق إلا بتصريح من المحكمة، والمحكمة صرحت لنا، وهنجيب من جميع الجهات السن الحقيقي للمتهم وهنعرضه على الناس. ربنا يخليك يا باشا، عايزين زي ما احنا سمعنا من من المحامي محمود البنا نضال مندور ان قضيه الراي العام خلاص خلصت، وان دلوقتي خدت تاجيل ل 27 اكتوبر اللي هي الفتره اللي هي هيكون فيها طلب من المدرسه، طلب من الحاجات دي زي ما حضراتكم سمعتوا. راجعين من الله ان هي تعدي على خير، وبشكر الناس اللي انا تعبتها النهارده.